السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وجاي ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. اوعى تعيش دور الضحية. عشان تنجو الحياة أحسن، موت دور الضحية جواك. ليه اوعى تعيش دور الضحية؟ لو عشت دور الضحية هتتعمي عن نعم ربنا، مش هترضى عن الحياة اللي انت عايشها، هتبقى دايما ناقم على كل حاجة في حياتك، هتحسس نفسك اللي انت ناقصك كتير قوي، هتبدأ تشوف الابتلاءات والاختبارات اللي بتتحط فيها، وهتنسى وهتتعمي عن كل النعم اللي ربنا ممكن يكون عوضك بيها واداها لك، ولا هتكون شاكر ولا حامد لله. هتعيش عيشة نقمة جدا، هتعيش عيشة تعيسة وحزينة جدا، وفي النهاية مش هتاخد غير اللي ربنا كاتبهولك. فاوعى تعيش دور الضحية، وشيل كل الغمامة والغشاوة اللي على عينيك عشان تشوف نعم ربنا وتشوف النور اللي ربنا بينوره لحياتك، وتنسى بقى الضلمة اللي انت معيش نفسك فيها. فاوعى تعيش دور الضحية، واقتل دور الضحية جواك. هتعيش سعيد جدا، وهتعيش أسعد الناس، وهترضى وتشكر ربنا وتحمده على كل شيء. وطبعا في آية بتقول لك ايه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما تشكر ربنا كل ما ربنا يزيدك. فاوعى تعيش دور الضحية، وعلى قد ما تقدر عشان تنجو وتسعد بحياتك اقتل دور الضحية جواك. زي ما قلت، اوعى تعيش دور الضحية. اشوفكم على خير في رسالة جديدة من الرسائل مع احمد عبد الغني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.